ورسالة ووصية للمؤمنين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأمة التي تكون كذلك ليست أمة متعصبة ولا أمة يقال فيها ما يقال، إنما يقال للذين يفرقون بين الله ورسله، يقال لأولئك الذين تسمعهم ما جاء به من صفات ويصرون. ولكن عتابي على أنفسنا وعلى أمتنا التي لا تعرف قدرها بما أعطاها الله وما أرسل إليها، عتابي شديد ومرير على أمتنا التي نسيت قدر نفسها ولم تعرف أن شرفها في وحدتها وتماسكها بما جاء به الرسل جميعا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عتابي على أمتنا الفساد الكبير في الأرض، الفتنة والفساد، أول من سيسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة من يسمون أنفسهم مسلمون. الأمة الشاهدة. يرمى كل هذا وإحنا بنمصمص في الخلافات اللي بيننا. عيب عيب يا أمة الإسلام أن تكوني هكذا، مثل يضرب للضياع. استحوا من ربكم، استحيوا من الأجال التي تأتيكم ولن تترك أحدا منكم. ونصيحتي قبس من الذكر المبين ورسالة